السلام عليكم. شارع سوق السلاح مليء بالتحف المعمارية، ومن ضمن التحف المعمارية الجميلة دي هو الأثر ده، هو سبيل وكتاب كوكوليان. وعلى الرغم انه تم انشاؤه خلال العهد العثماني الا انه اتبنى على الطراز المملوكي، وبيتكون من صهريج مياه تحت الارض بيعلوه حجرة التسبيل، وبيعلوهم الكتاب لتحفيظ الاطفال القرآن الكريم ويعلمهم القراءة والكتابة. وتم انشاؤه بامر من الامير حسن اغا الفقاري رئيس طائفة كوكوليان في عهد الوالي العثماني علي باشا سنة 1106 هجري 1694 ميلادي. وكوكوليان يعني المتطوعين أو أصحاب القلوب الجريئة، وهي طائفة عسكرية كانت موجودة خلال العهد العثماني، مسؤولة عن الانضباط وفرض النظام في البلاد وإخماد أي محاولات للتمرد أو العصيان. وكمان كانت مسؤولة عن تحصيل أموال الخراج وإرسالها للسلطان العثماني في اسطنبول. وذكر الجبرتي أن الأمير حسن كان أميرا جليلا صاحب أمر ودهاء وحكمة وكلمة مسموعة، ومعروف عنه الشهامة وحسن التدبير. وعشان تعرف أكتر عن حكاياتنا التاريخية اللي ما بتخلص، استنوني في فيديوهات تانية إن شاء الله.